السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى ان الفيديو هذا يلقاكم باحسن حال. البنات اللي اول مره يشوفوني والدراري اللي اول مره يشوفوا القناه ديالي، ما تنسوش الاشتراك لتحت وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم اي حاجه اللي حتى لكم جديده. وغنخرج ان شاء الله من هذاك الروتين ديال الوصفات وديال الفلوغات، وكما قلت لكم القناه راه متنوعه، نقدر نحط فيها اي محتوى متعلق بيا. بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نحاول، بما انني خديت واحد الوقيت ديال القرايه، قريت هذا الكتاب هذا ديال الفن اللامبالاه ديال مارك مانسون، غنحاول ندير لكم واحد الملخص من داكشي اللي فهمت انا في الكتاب. الا كان كيعجبكم هذا النوع هذا ديال المحتوى ما تنسوش تكتبوا لي في التعاليق باش نعاود نصايب لكم فيديوهات اخرين. اي كتاب مثلا قريته وخديت عليه واحد الفكره نحاول ندير لكم عليه واحد الفيديو، باش اللي بغى ياخذ هذاك الكتاب ولا اللي كيسول على المحتوى ديال هذاك الكتاب ياخذ عليه واحد الفكره عامه. المهم بالنسبه لهذا الكتاب البنات، راه هو كيدخل في التنميه الذاتيه اللي كيهتموا بها الاجانب بزاف اكثر من المغاربه. حنا الصراحه ما عندناش داك الاهتمام بزاف بالتنميه الذاتيه. بالنسبه لهذا الكتاب كما قلت لكم ديال التنميه الذاتيه، يعني كيحاول الواحد يطور ليه من الشخصيه ديالو. هذا الكتاب هذا قسموا الكاتب ديالو ل9 الفصول. اول فصل داير فيه لا تحاول. وفوسكي كان عطى ليكزامبل به، كان واحد الراجل اللي كيشرب بزاف، كان كيقمر، كان فيه شحال من حاجه خايبه وما نجحش الصراحه في داك الشيء كامل اللي كان كيدير حياته كامله، وضاعت ليه 30 عام كيبقى يعاود في نفس الروتين على نفس المنوال، يعني غير مقابل غير الشراب وداك الشيء. اخر الفرصه عنده عطاتها ليه الحياه هي انه تلاقى مع واحد المحرر، قرر انه يعاونه، بحال غادي يقمر عليه، يقدر يصدق يقدر ما يصدقش. وكان صدقوا لي هذوك الكتابات ديالو بواحد الروايه كان صايبها. من بعد ما صيب الروايه ديالو الاولى ديال على مكتب البريد و في الإهداء كتب فيها لا أحد، يعني قمة ديال واحد فاقد الأمل في الحياة. ولكن هذيك الرواية كان نجحات ليه، هذيك هي الجاكبوت اللي عاونوا الصراحة في الحياة ديالو. ولكن على القبر ديالو لقاو لا تحاول، يعني الواحد خرج بواحد الفكرة أنه هو ما دار والو، هذاك الشيء راه هو فاشل، تقبل الفشل ديالو، ولكن هذاك الشيء راه بحال واحد الزهر، هو زهر تقدر تصدق ليه الحياه وتقدر ما تصدق ليه، تقدر تعطيه واحد الفرصه. المهم الكتاب دي كخلاصه عامه انا عطيتكم دابا باش نبدا. كخلاصه عامه انه الواحد خاصو يتقبل هذيك الوضعيه ديالو ويحاول يحسن راسو باش غيزومي على هذوك الحوايج، النقاط الايجابيه في شخصيته هو، يعني ما يبقاش ديما يشوف شنو هو السلبي ويضيع الوقت فيه، خاصو يعرف فين غيضيع الوقت. هذا هو النضج اللي كيشرح فيه مارك مانسون. قال لهم انه خاص الواحد ما يضيعش الحياه ديالو في التفاهات، يعرف شي حوايج اللي غادي يموفيه يحركوه باش يعطينا احسن. حاجه اخرى انه هذا الكاتب هذا مارك مانسون كيقول لك انه الفشل يعني شي حاجه عاديه، يعني ماشي كلشي الناس ناجحين، ولكن خاص الواحد انه يتقبل راسو. ما يمكنش انه كلشي الناس غيكونوا مهندسين، كلشي الناس غيكونوا، خاصو يتقبل الانسان راسو، وبصح باش ما يكونوش عنده مشاكل نفسيا يكون يرضى بهذاك الشيء اللي عطاه الله. وفي نفس الوقت خاصو ماشي يبقى مكتف في يديه، يحاول يخدم. وهاد الخدمه هذه كتمشي من انه يعرف اشنو هو يقدر يعطي، يمشي يخرج الحوايج اللي زوينين ويفوكسي عليهم، يركز عليهم، والحوايج اللي سلبيين اللي غادي يبقاو مضيعين ليه الوقت على والو يحاول يتفاداهم.
ويتعلم الواحد انه يقول لا الحوايج اللي ما صالحينش ليه، الوقت اللي ما صالحش ليه شي حاجه ما خداماش ليه غادي تضيع ليه شحال من فرصه في حياته انه يقول لا ويشوف شي حاجه ما احسن. حيت هذيك ملي كتبقى تقول ديما راه تما فين كيضيع لك الوقت، وكتلقى شحال من فرصه في الحياه ديالك انها مشات على والو. في الاخر الواحد راه كيموت، يعني كيما كانت الحياه ديالك سعيده ولا خايبه ولا عامره معاناه ولا كيما كانت هي غتكون، الواحد غيموت. يعني بلاش ما يضيع راسو يبقى يفكر في الخجل، يبقى كاس كيهرب من شي حوايج اللي هما تافهين غادي يضيعوا ليه الوقت في الحياه ديالو. علاش غيبقى تما جالس مضيع فيهم الوقت؟ اللهم يمشي ويتحرك ويدير شي حاجه اللي غتنفعه. هذه هي الخلاصه ديال هذا الكتاب هذا. كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون عجبكم. الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تكتبوا لي تعاليق، قولوا لي كي جاكم هذا الفيديو هذا. الى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساوش راه هذا اول فيديو في هذا الشيء، يعني اصلا ما عمرني ما درت فيديو ديال هادشي ديال الكتب ولا هذا. وماشي شي وحده اللي كتقرا نيت بزاف الصراحه، انا راه كسوله كنقرا، ولكن مره يعني هذا الكتاب هذا سيروا دابا تشوفوا. مازال دابا ملي وليت كنصايب الفيديوهات نقدر نولي كنزعم نقرا الكتوبه اكثر ونبقى نبارطاجي الخلاصات ديالهم، حيت اصلا دابا وليت معمره وقتي الصراحه بيوتيوب. الا عجبكم هذا النوع هذا ديال المحتوى كتبوا لي في التعاليق، غنحاول نحاول ناخذ كتوبه اخرين. خديت شي حاجه ولكن بالفرنسيه ماشي باللغه العربيه، حيت شحال هذه الصراحه ما كنت كناخذ ما قريتش حاجه بالعربيه. كاين الكتب عند اختي ولكن الصراحه ما عندها قصص وهذا، وانا ما تنبغيش هذوك القصص. دابا وليت مهتمه بهادشي ديال التنميه الذاتيه اكثر. المهم الا كانوا كيعجبكم هذا شجعوني بالتعاليق واللايكات، غنحاول نبقى نقرا لكم شي كتب بحال هكايا، ندير لكم التلخيص ديالهم ملخص ديالهم، بارطاجيه معكم فيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم البنات، حتى الدراري اللي مشاركين، السلام عليكم.